السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هجيب لكم طريقة المكرونة. دلوقتي حطيت الحلة فيها مية طبعا بتغلي، حطيت شوية ملح، فتحت كيس المكرونة اهو، هعمل كيس مكرونة سباكيتي. المية غليت قدامنا، لازم المية تغلي الاول، اديني سقطتها زي ما هي كده. هبتدي اقلب فيها زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هنعمل صلصة المكرونة، هننزل بالزيت، زيت الذرة. طبعا احنا في ناس ممكن تعمل المكرونة بزيت بس وتحط عليها صلصة طماطم، بس انا بفضل بالبصل، لان البصل بيدي تسكيرة جميلة للمكرونة، فهديها كده تسفيرة تصفر بس لونها كده. هقعد اقلب فيها شوية لحد ما لونها يصفر، وبعد اللون ما يصفر بتاعها هنزل بالطماطم اللي انا كنت ضرباها في الخلاط ومصفياها عشان طبعا القشر بتاعها. هبتدي ان انا اقلب. بعد كده طبعا احنا عشان حموضة الطماطم لازم بنحط نص معلقة من السكر. احنا دلوقتي هنحط نص معلقة فلفل اسمر، بعد كده هنحط نص معلقة من السكر، وهننزل بمعلقتين من الملح، وهنقعد نقلب. بعد كده احنا هنبتدي نحضر الكبد والقوانص. احنا طبعا غاسلين الكبد والقوانص كويس جدا، طبعا غاسلينها بليمون. طبعا احنا بنحط القوانص الاول لان القوانص بتبقى محتاجة سوا شوية، انما الكبدة بتستوي على طول. فنزلنا بالقوانص في حتة السمنة اللي احنا حاطينها، وطبعا احنا هنكون مخرطين بصل وقرن فلفل، هنبتدي ننزل بيهم دلوقتي. طبعا احنا راكنين الكبدة على جنب لحد ايه ما تستوي، يعني نص تسوية كده بالنسبة للكبد والقوانص، لحد ايه نص تسوية، وبعد كده هنبقى ايه ننزل بالكبدة. هننا ادينا بنقلب فيها. هنحط نص معلقة من الفلفل الاسمر ونقلب. بعد كده احنا محضرين المية. هننزل بكوبايتين كده من المية، حطينا كوباية الاولى وبعدين الكوباية التانية، وادي الكوباية التالتة، 3 كوبايات مية. طبعا هنسيبها ان هي ايه قرب ما تستوي. هننزل بالكبدة زي ما احنا شايفين. هي طبعا احنا عارفين ان الكبدة يعني ايه ما بتاخدش وقت في التسوية زي القنصة، فطبعا لازم ان احنا ننزل بالقوانص الاول لحد كده ما تستوي نص تسوية، وبعدين ننزل بالكبدة، وهي طبعا غسلينها بالليمون كويس جدا. اديهم اتشربوا الاتنين مع بعض. برضو هكون انا محضرة فلفل، وهكون معلقة سمنة بلدي. هحط السمنة البلدي الاول عشان طبعا السمنة البلدي بتدي طعم جميل جدا ليها. وطبعا احنا بالنسبة لنا مقطعين برضو على جنب فلفل اخضر، عشان الفلفل الاخضر بيديها طعم جميل وريحة حلوة. ادينا نزلنا بالفلفل الاخضر، ده طبعا هيدي طعم حلو قوي وريحة جميلة جدا. هنبتدي ان احنا نقلب فيهم، بنقلب كده. بعد كده اديها احنا سايبينها كده تتشرب. هنحط معلقة هي من الملح، ومعلقة تانية، معلقتين كده من الملح. وبعد كده ننزل بقى بالبصل البودر. هننزل بشوية من البابريكا، شوية بهارات طبعا بتدي ريحة وطعم جميل جدا. طبعا دي بتبقى ايه برضو الكبد والقوانص بتبقى البهارات والحاجات دي بتدي طعم وبتدي نكهة جميلة. ونقعد نقلب فيها شوية. طبعا هي لسه فيها شوية مية، فهي محتاجة ان هي تشرب المية دي.
بعد كده الجزر بقى، بننزل بالجزر. طبعا والجزر طبعا بيدي طعم جميل، فاحنا نزلنا بالجزر. طبعا هنسيبه طبعا بيتشربوا كلهم مع بعض عشان يدي طعم جميل. دلوقتي احنا هنحضر فلفل احمر حامي، شطة، وهنحط ملح عليها. هنحط معلقة من الملح، معلقة من الكمون، 4 فصوص توم او 3 فصوص توم، يعني عشان هنعمل الدقة بتاعتنا بتاعة البتنجان اللي هو ابو دقة. فهنضرب الفلفل في الخلاط، او ممكن ندقه برضو عادي في الهون، بس انا بفضل في الخلاط عشان يبقى ناعم قوي ويبقى سهل. ادينا حضرناه. هننزل بشوية من الخل وهنقعد نقلب، وعصرة ليمونتين، هنبتدي نعصر في الليمون بتاعنا. طبعا الدقة دي بتبقى جميلة جدا. نعصر في الليمون لسه. بعد كده بنعصر في الليمون. هبتدي بقى احضر طاسة فيها زيت، وابتدي اقلي في البتنجان بتاعنا. انا مقطعاه وكنت نقعاه في مية بملح عشان طبعا المرارة بتاعته، وعشان اما اجي اقليه ما يشربش زيت. طبعا انا قليته وحطيته في طبق التقديم، وهبتدي الدقة بتاعتنا الجميلة اللي احنا عاملينها، اللي هي بالفلفل الحامي وعليها الليمون والملح والخل والكمون. هنزل عليها. وده الطبق البتنجان بتاعنا. هنجيب بقى قرن الفلفل عشان يديله شكل، نحطه على طبق البتنجان بتاعنا الجميل ابو دقة. طبعا ده بيفتح نفس. ادي ده الشكل النهائي بالنسبة للمكرونة الاسباجيتي اللي احنا عملناها، وطبعا الصلصة بتاعتها، وزوقنا الطبق المكرونة اهو. وده برضو الطبق النهائي، الشكل النهائي بالنسبة للكبد والقوانص اللي احنا عملناها. طبعا طعمها جميل جدا، وكل سنة وانتم طيبين.